يا صباح الهنا ويا صباح السعادة ويا صباح الفل عليكم. يا رب كلكم تبقوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد تسليما كثيرا. بذكر الله تطمئن القلوب. بقى نشوف غدا النهارده هيبقى ايه. هيبقى ورق عنب ومحشي بتنجان وكمان فلفل. بس سبحان الله انا كنت محضره ومجهزه ان انا هعمل ايه النهارده. تعالوا بقى لو تابعتوا معايا الفيديو هتشوفوا انا ايه اللي اتغير في الاكل بتاع النهارده. تعالوا بقى كده نتابع الفيديو للاخر. اول حاجه كنت عامله الصلصه بتاعه المحشي، وكمان سلقت اللي هو ورق العنب، وكمان حضرت الشوربه بتاعه اللحمه. كنت هعمل لحمه وفراخ. طبعا انا كنت الفراخ، العيال بيحبوا الفراخ ما بيحبوش اللحمه قوي. فايه قلت بقى النهارده ايه هعمل لهم الاتنين، اللي حابب ياكل من ده حابب واللي حابب ياكل من ده حابب. بس هم على العموم ما بيحبوش اللحمه. تعالوا بقى. مسكت كده الملوخيه ورحت غسلها كويس جدا. طبعا انا بغسلها حوالي 3 مرات، طبعا زي ما انتم متعودين ان حماتي هي اللي بتقرطف لي الملوخيه وكمان بتقشر لي الثوم. المهم زي ما انت شايفين كده همسك الملوخيه اغسلها حوالي 5 مرات كده. انا متعوده الملوخيه اغسلها حوالي 5 مرات بالطريقه اللي انا هوريها لكم دي. طبعا الفرخه انا غسلاها بالملح والليمون والدقيق. انا كنت الاول بغسلها بالخل، دلوقتي منعت موضوع الخل ده نهائي لان سمعت ان هو بيديها زفاره فبلاش. رحت على طول اغسل بالملح والليمون والدقيق. بس اي حاجه عندي عايزه اغسلها بغسلها بالثلاث حاجات دول. تعالوا بقى نشوف احنا ايه اللي هيتعمل معانا النهارده الفيديو طويل وخليكم بقى متابعيني للاخر. ولو كنت لسه جديده انزلي اعملي لايك واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. تعالوا بقى كده. انا حطيت اللحمه وخلصت كده اللحمه. اول ما تغلي معايا غلوه كده ههدي عليها النار، وكمان هحط بذرتين نوى بلح زي ما انتم متعودين معايا. النوى البلح بيخلي اللحمه تطيب بسرعه، بدل ما تقعد ساعتين بتقعد ساعه واحده، بدل ما تقعد 3 ساعات ممكن تقعد ساعه ونص. هي دي صدقوني بتخلي اللحمه تستوي بسرعه. انا كده جربتها لان كانت سلفتي اللي قايله لي على الموضوع ده، وصراحه انا خدت منها الموضوع بقيت استعمله على طول لان فعلا اللحمه بتطيب بسرعه. كده خلاص انا جبت كان عندي اللي هو وش مخده ده مخلياه للملوخيه، ده مخلياه الملوخيه بس. اغسل الملوخيه واروح منشره الملوخيه كده عليها واسيبها تنشف. انا على طول بغسل الملوخيه بالطريقه دي ومخليه لها الحته دي بس، يعني ما بستعملهاش في اي حاجه الا الملوخيه بتاعتها. طبعا بقى هجيب كام فص توم كده واحطهم على الملوخيه واسيب بقى الملوخيه تنشف تحت المروحه. وتعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه تاني. النهارده يوم كده طويل وتعالوا ايه اللي هنعمله. طبعا كده كنت بغسل الرز، كنت بشوف ان كنت في حاجه. طبعا رحت غسلاه كويس جدا. وبعد كده هبدا ان انا اعمل خلطه المحشي. ولو عندك توابل، اي توابل محشي حطيها، فلفل اسمر، بهار، بهار 7 بهارات، اي حاجه. المحشي بيحب البهارات، وكمان اللي هو الفلفل الاحمر برضو بيخلي لون الخلطه كده حلو، وكمان بيدي لمعه جميله. تعالوا بقى نشوف ايه اللي احنا هنعمله. غسلت الرز كويس وسبته يتصفى. وبعد كده في كام طبق كده انا هغسلهم وانا واقفه لان ما بحبش اكركب المطبخ حواليا، بحس ان في مواعين كتيره وما بقاش عارفه اتحرك في المطبخ. فبحب اي حاجه تفضل معايا كده فبدعكها اول باول كده. تعالوا بقى نشوف ايه اللي هعمله تاني. طبعا عندي الخضرة بقى هغسلها غسلة كويسة، كنت حطاها في التلاجة ومنضفاها. المهم كده بغسلها كويس جدا. في ناس كتيرة بتقولك اغسلي اي خضرة بالخل، بتطهر الخضرة هي فعلا دي، وبتخلي الخضرة كده بتبقى تحس ان هي حاجة تانية لسه جاية من الغيط. انا فعلا جربت الموضوع ده بصراحة كان حلو. المهم زي ما انتم شايفين مسكت بقى الخضرة غسلتها وحطيت حوالي معلقه خل او اقل من معلقه خل، وغسلتها كويس جدا بالطريقه اللي انا وريتها لكم دي. وبعد كده هسيبها تتصفى واشوف ايه اللي انا هعمله تاني. طبعا زي ما قلت لكم يومنا طويل وخليكم تابعوني للاخر ما تزهقوش، لسه اليوم بتاعنا طويل. طبعا خلاص كده انا كنت غسلت الخضره وخلصتها. هبدا بقى، كانت حماتي بتندى عليا فهنزل لها اشوف هي كانت عايزه ايه لان كانت قاعده قدام الباب تحت. فبنتي قالت لي كلمي ستي، فنزلت لها بقى، قلت انا هتكلم معاها اشوف عايزه ايه مني.
المهم نزلت لها، كانت قاعده قدام الباب، هي بتحب بعد ما تفطر كده تنزل تقعد قدام الباب كده تغير جو يعني وكده. وبنتي كانت واقفه على السلم نازله واخده كوره ونازله تلعب في الشارع قدام الباب. المهم شفتها كانت عايزه وطلعت بقى اكمل اللي انا كنت بعمله. كملت الخلطه بتاعتي كده وخلصت الخلطه. طبعا كنتش لسه خرطت اللي هي الخضره، قلت هخرطها بعدين. وحطيت كمان اللي هي المية بتاعة الفراخ، وغسلت الفراخ كويس طبعا، ورحت حطها على النار، وحطيت ورق لورا، وكمان حطيت اللي هو الطماطم طماطمية كده وبصلاية، وسبتها بقى تستوي. وقلت اعمل حبة الرز. شوف انا كنت بعمل محشي، فسبحان الله، انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. يعني انا كنت مجهزة للمحشي ان انا النهاردة هعمل محشي. سبحانك يا رب ما كانش عندي وقت، وقلت لا، هلحق اعمل شوية رز وشوية الملوخية والفراخ النهاردة. وعشان ما كانش في وقت لان جوزي كان جاي مستعجل وكان وراه مشوار فعايز يمشي، فقلت خلاص. قلبت شوف انا كنت هعمل ومحضره سبحان الله، رحت عامله اللي انا قلته لكم. عملت اللي هو الرز والملوخيه، وكمان قليت بتنجان كده حشيته، وشوحت الفراخ كده في الفرن، شويتها خليتها تاخد وش بصوا بالشكل ده. طبعا ده كان غدا النهارده، زي ما قلت لكم ان جوزي كان مستعجل وراه مشوار مهم جدا. فعملت بقى الغدا وخلصت كده واتغدى ومشي، وانا بقى وضبت الدنيا كده وخدنا بعضنا ورحت عند سلفتي جنبي. رحنا بقى، العيال كانوا هناك اصلا، فرحت قلت هجيبهم واقعد معاهم شويه واجي. طبعا العيال قعدوا بقى يلعبوا هناك ويهيصوا، كانوا عاملين دوشه ومصدعين. في اليوم ده كنت مصدعه، بس قلنا اروح اجيبهم واقعد شويه ونيجي. رحنا بقى قعدنا، وزي ما زي ما انتوا شايفين كده كانوا قاعدين بقى بيلعبوا الكراسي، وبنتي بتعيط لازم تقعد على الكرسي الازرق. خلاص بقى، هي اهم حاجه ان مفيش حد يقعد على الكرسي الازرق، بنتي الصغيره. قعدوا بقى يلعبوا شويه، وبعد كده خدنا بعضينا ورحنا مروحين. روحنا تلاقينا باباهم كانوا جايب لهم بقى حاجات حلوه، جلاتي وشيبسي، وكان جايب حاجات حلوه. طبعا كل ما بيجي يعني بالليل كده بيبقى جايب حاجات حلوه للعيال. المهم جينا كانت زعلانه ومتضايقه لان كان جايب تليفون، فبتحسب التليفون ده بتاع على اساس ان هو هيجيب لها تليفون جديد. المهم بقول لها مالك يا جنى، فما رضتش ترد عليا. ده بقى كان تاني يوم الصبح، دخلت عملت الغدا، عملت قصدي الفطار. قلت بقى هعمل الفطار النهارده، وبعد ما اعمل الفطار هعمل بقى المحشي. طبعا المحشي انا ما لفتوش، كنت شايله كل حاجه في التلاجة. شلت بقى اللي هو الورق العنب، وشلت الخلطه، كنت عملت الخلطه وشلتها في التلاجة، مش هيجرى لها اي حاجه. قلت بقى اعمل كل حاجه بقى النهارده. واول حاجه بقى رحت مطلعه اللي هو الاناناس، ورحت بقى مقطعاه بالشكل ده، وجهزت لهم الغدا. قالت لهم بطاطس، وكمان عملت لهم بتنجان كده محشي اللي هو الخلطه بقى كده، بتبقى طعمها جميل وعليها ليمون كتير، انسوا بقى تاكلوا صوابعكم وراها. بصوا انا بحب اعمل كل حاجه في البيت يعني، بس اليوم اللي انا ممكن اشتري فيه فطار بره اعمل طعميه. يعني ممكن اشتري عجينه طعميه واعملها في البيت، احط عليها بيض كده واعملها في البيت. وكمان الفول كده بحب اعمله بقوطه كده، بيبقى طعمه حلو. واي حاجه يعني انا بحب ان انا اعمل كل حاجتي في بيتي. يعني ممكن مش كتير قوي لما اشتري فطار من بره، زي ما قلت لكم ما دام الحاجه عندي جاهزه اعمل كل حاجه انا عايزاها يعني. طبعا زي ما انتم شايفين كده بدات ان انا بقى اشر في البطاطس عشان هقليها. طبعا انا بستغل الظروف، اقول البتنجان او الرسالة لسه مش هيتقشر ولا حاجه، يا دوب ان هو انا بس بقطع كده بس البوز من فوق، واروح احطها في في الطاسه. قلت عبال بقى ما يتقلي كنت انا اقشر البطاطس، يعني انجز في الوقت كده عشان اعمل الفطار بسرعه واشوف اللي ورايا. وكمان عندي بصل احمر اهو كنت بعمله لحماتي. كانت انا سمعت ان هما بيقولوا من البصل الاحمر هو حلو للسكر، فمش عارفه بقى الله اعلم هل ده صح ولا لا. المهم بقى قالت لي قطعي لي بصلتين، رحت مقطعه لها بصلتين على قطعتين كده جنب الفطار. وبعد كده بقى جهزت كل الفطار، كنت حاطه الاناناس والجبنه وكل حاجه، وفطرنا وجهزت كل حاجه. وبعد كده بقى قلت انا هشوف بعد ما خلصت الفطار هخلص بقى ان انا اروق المطبخ وادعك مكان الفطار، وبعد كده اطلع بقى احشي ورق العنب واشوف اللي ورايا كله انا هعمله. طبعا كده كنت جهزت كل حاجة، بس في اليوم ده والله العظيم ما كنت قعدت خالص وكنت تعبانة جدا.
بس بصراحة يعني لما تعملي الحاجة كده وتنجزي بسرعة فكل حاجة بتبقى معاكي سهلة. وكمان طول ما انت واقفة، حتى لو انت واقفة في المطبخ بتذكري الله، بتستغفري ربنا، كل الكلام ده بيبقى في سرك، وطبعا كل ده بيبقى حلو. يعني الحمد لله، بدل ما انت واقفة كده بتعملي حاجة والشيطان اصلا بيوسوس لأي حاجة، فالواحد بيقول استغفر الله العظيم، يا رب استغفر الله. طول ما انت بتستغفري ربك وطول ما انت بتذكري الله، عمر ما حاجة هتجيلك وحشة. اهم حاجة الذكر، تذكري الله كتير. وبقول لك ايه، الا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني الحمد لله، طول ما انت فاكره ربنا قلبك هيبقى مطمن، وطول ما انت بتذكري ربنا قلبك هيبقى مرتاح. فالحمد لله على كل حال. طبعا انا كان عندي الخلطه في التلاجة اللي هي ايه، خلطه البتنجان. جبت بس ليمون، وانا رغم ان انا كنت عصر عليها ليمون، بس قلت اعصر عليها كام ليمونه كمان عشان احشي البتنجان. فزي ما انتم شايفين بدأت ان انا جبتها كده عشان احشي البتنجان، وخلصت كده كل حاجة اللي كانت ورايا. وفطرنا، وحماتي بعد ما فطرت نزلت قعدت تحت قدام الباب شوية، وخدت العيال ونزلت. وقلت بقى انا هشوف انا هعمل ايه النهارده، هشوف اطلع بقى المحشي. وكمان كانت عندي اللحمه بتاعت امبارح اللي انا قلت لكم، كنت عامله اللحمه والفراخ، كلوا الفراخ بس سابوا اللحمه. قلنا النهارده بقى ايه، يعني هعمل الاكل بقى، هحشي البتنجان بس وازوده. يعني كل حاجه كانت جاهزه عندي. طبعا كده كنت انا بحشي البتنجان بالشكل ده. بصوا انا بحبه مشطشط وطعمه جميل جدا، تاكلي صوابعك وراه. حاجه كده حلوه، بدل ما تجيبي تشتري مخلل من بره، ده بدل المخلل. هو بيبقى مشطشط شويه بس طعمه بيبقى تحفه، يفتح النفس كده على الاكل. طبعا كده زي ما انا قلت لكم، هبدا بقى ان انا الف ورق العنب بالطريقه دي. كنت عملت الخلطه امبارح وحطها في التلاجة، ولما طلعتها رحت مهديه عليها النار خالص، وخدتها ايه تسخن كده حاجات بسيطه، يعني سخنت حاجات بسيطه. وبدات بقى ان انا الف ورق العنب. كانت حماتي قاعده جنبي بعد ما فطرت، وكانت مستنيه ان هي تصلي الظهر عشان تنزل تقعد قدام الباب شويه. طبعا بقى انا كنت قاعده جنبيها بلف الايه المحشي، وخلصت كده كان كل اللي ورايا كله. والعيال كمان كانوا نزلوا تحت. طول ما هم في الشقه ما بعرفش اعمل منهم اي حاجه. بنتي كانت بس بتكنس الصاله وكانت نازله، انما طول ما بيلفوا حواليا كده يفضلوا يلفوا حواليا ما بعرفش اعمل اي حاجه. فبحب اعمل اي حاجه في الروقان كده. طبعا بقى زي ما انتوا شايفين كده، كنت بلف الورق العنب وهعمل محشي بتنجان هقوره. وبعد كده كم فلفلايه كده، وكل حاجه هتبقى جاهزه الغدا بتاع النهارده. وكمان اللحمه كده هناخدها تشويحه. اللحمه بقى انا باخدها تشويحه بايه، حوالي فصين توم وقطيتين وقرن فلفل. ولو عندك زبده حطي، عندك سمنه حطي، عندك زيت زي ما تحطي اي حاجه من دي وتحطيها على النار كده. وتشويحه اللحمه بقى، وانسي التوابل. اهم حاجه بقى التوابل، فلفل اسمر، بهار، لو عندك توابل لحمه بيبقى تحفه. وتقلبي كل ده مع بعض وتخلي اللحمه كده لها تشويحه وطعم حلو قوي. طبعا انا كنت بقى قلت اخلص بقى ايه الورق العنب، واول حاجه هحطه على النار، وكمان هحشي البتنجان واحطه على النار. وكده بقى كان غدانا النهارده جهز. صراحه كان يوم طويل. وكمان يعني سبحان الله، يعني مش عارفه، الواحد تحس ان هو يعني زي ما قلت لكم، الواحد طول ما هو بيبقى متضايق ولا زهقان فبنذكر الله ونستغفر ربنا كتير. دي اهم حاجة عشان نبعد الشيطان عننا. يعني انا طول ما انا واقفة ممكن ببقى متضايقة، بقى مخنوقة، سبحان الله، فايه الواحد لما بيذكر الله بيرتاح. وكمان لو انت كنت متضايقة تصلي ركعتين لله بيبقى افضل وافضل. كل ده بيبقى كويس الحمد لله على اي حال. بس الناس بجد زهقت. احنا احسن من غيرنا بكتير الحمد لله، ونحمد ربنا على كل اللي ربنا يديهولنا. في ناس تعبانة، كل حاجة غالية وكل حاجة. والله احنا احسن من غيرنا بكتير الحمد لله. بس دلوقتي ال1000 جنيه دي ما بتعملش حاجة، ما بقاش ليها قيمة اصلا. الاول كان ليها قيمتها، دلوقتي ما بقاش ليها قيمة نهائي. كل حاجة غالية وكل حاجة بقت صعبة، والعيشة نفسها بقت صعبة، والناس اللي تصبح فيه تبات فيه. بس الحمد لله على كل حال. نحمد ربنا على كل اللي ربنا يديهولنا. ومادام احنا عايشين والحمد لله كويسين خلاص، دي بالدنيا وما فيها. ومادام اهم حاجة كمان راحة البال.
ده بقى كان فيديو النهارده. اتمنى لو كان عجبكم اعملوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وباذن الله اشوفكم في فيديو جديد واشوفكم على خير. وطبعا اول ما حطيت الغدا عيالي اتلموا وجوزي وكمان جوزي حتى ما قال لي تعالي اتغدي مش مستنيني، جري على الاكل على طول، قعد اتغدى هو والعيال. طبعا زي ما انتم شايفين كانت حماتي قاعده جنبه. طبعا هي قاعده معايا زي ما قلت لكم قبل كده. اتمنى النهارده لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك والاشتراك وتفعيل الجرس، ونشوفكم في فيديو جديد.